فرج عبد المنطلب فرج محمد، طالب فرقة أولى كلية زراعة. مبدئيا كنت عايز نتكلم عن مسابقة الطالب المثالي. يعني هي مسابقة أنا مكنتش برتب لها ومكنتش مرتب إن أنا أشترك فيها، بس هي جت معايا صدفة يعني إن أنا اشتركت في المسابقة وكده. أستاذ محمد مدكور طبعا هو اللي نبهني لحاجة زي كده وخلاني اشتركت. هي مبدئيا أنا كنت عايز أتكلم عن المسابقة نفسها، إن هي مش بتقتصر على الطلبة اللي هم المتميزين في الكلية فقط، أو الطلبة اللي هم عندهم معلومات فقط. هي ليها جانب تاني، جانب إيجابي، إن هي بتنشط الطلبة أو بتدي جانب معنوي وحافز للطلبة إن هم يقرأوا في حاجة زي ديت لما يشوف زميله بياخد مركز أو حاجة. فدي من ضمن الإيجابيات اللي أنا شفتها في المسابقة يعني. المسابقة طبعا تمت على كذا يوم، واشترك فيها كذا طالب من زمايلنا. حصل فيها على 3 طلاب مركز أول و3 طالبات مركز من المراكز الأولى يعني. وتمت المسابقة الحمد لله. أنا حصلت على المركز التاني فيها من الطلاب. بس وحابب بقى اوجه رساله لزمايلي اللي هم اللي بيشتركوش او اللي بيشتركوا. مبدئيا اللي بيشتركوا الف مبروك ليهم طبعا، ويحصلوا على المراكز الاولى يعني السته. وتاني حاجه زمايلنا اللي ما بيشتركوش يعني حاولوا يشتركوا، الموضوع مش صعب. هو الموضوع محتاج قرايه شويه، محتاج معلومات شويه، محتاج ان يكون عندك اصرار بس على الموضوع.